السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله. النهاردة يا جماعة انا هعملكم الويكة الصعيدي بتاعتنا الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. مش هتلاقوا طريقتها غير عند الصعايدة بس. احنا بس يا جماعة الصعايدة اللي بنفركها كده بالزنادة بتاعتنا، او ممكن بالهاند بلندر، بس الهاند بلندر بينعمها خالص عندي، بس انا بعملها بالزنادة اسهل واحلى بكتير. ما تلاقاش غير عندنا في الصعيدة، زي ما قلت لك الويكل الصعيدي الجميلة على اصولها اللي ابتدت دلوقتي الجيل الجديد يبعد عنها. وابتدت بقى الأكلات الجاهزة زي البيتزا والمكرونات والحاجات الجاهزة بتبعدنا عن الأكل التقليدي الجميل المفيد جدا للصحة، بالذات الخضار يا جماعة. أتمنى ترجعوا لهم تاني وتعودوا أولادكم ياكلوا خضار كتير لأنه مفيد جدا للجسم. البداية بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا جبت نص كيلو ويكة يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده. جبتها بلدية، في عندها لها نوعين الويكة عندنا يا جماعة، نوع بلدية ونوع فرنجي. تعرفيها ازاي البلدي من الفرنجي؟ البلدية يا جماعة بتكون زي ما انتم شايفين كده قصيرة، وبتكون ملمسها خشن شوية، انما الفرنجية بتكون ملمسها ناعم وطويلة على البلدية. بنات الاحلى طبعا البلدي يا جماعة، البلدي احلى بكتير من الفرنجي. جبت نص كيلو بلدية. وعايزة اقول لك حاجة مهمة جدا، ان تاجي من تحت كده تكسري بقى الويكة بتاعتك. اتكسرت معاكي بكل سهولة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. يبقى كده دي بغوة ومش عجوزة يا جماعة، يعني هتستوي معاكي بسرعة. انما لو ما اتكسرش معاكي بسهولة يبقى عجوزة ما تاخديهاش. فدي خطوة مهمة لما تاجي تشتري البامية بتاعتك. غسلتها كويس جدا دلوقتي. بقطعها قدامكم زي ما انتم شايفين كده، وتقطعيها قطع صغيرة عشان بقى تستوي معاكي بسرعة، ما تطولش على البوتاجاز. يعني هي حد اخرها يا جماعة ربع ساعة بكتير، لان لونها بيتغير. عايزاها تبقى اللون الاخضر الجميل، قطعيها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وتخليها ربع ساعة بس في الشوربة على البوتاجاز، وتطفي عليها وتفركيها بقى، سواء بالمفركة بتاعتنا الصعيدي او بالهاند بلندر عادي بقى برضو ممكن تفركيها بيه. بقطع بقى كل الكمية زي ما انتم شايفين كده. وزي ما ريتوا في الفيديو انا لما ابتديت بقى اشيل الجمبراية بتاعتها من فوق، بخليها بعملها بالجنب، بخلي الحتة اللي من فوق بقى دي بتكون مسكرة يا جماعة ومهمة جدا في البامية. اتمنى تخلوها لانها طعمها بتخليه طعمها مميز جدا وحلوة جدا. خلصت كل نص كيلو زي ما انتم شايفين كده، قطعته. حطيت الشوربة بتاعتي على النار، اي شوربة بقى، شوربة لحمة، شوربة فراخ، مية على كده من غير شوربة. تحطي لها بصلاية وتحطي لها مكعبين ماجي، بتبقى جميلة برضو. لو مش بزفر، لو بمية عادية برضو بتبقى حلوة. حطيت بقى الشوربة بتاعتي وفيها بصلاية قطعتها، وحطيت بقى مكون سري مهم جدا للبامية يا جماعة، معلقة توم ني. التوم الني بيخلي طعمها جميل جدا. حطيت معلقة التوم بقى، وحطيت بقى البامية بتاعتي، حطيتها في الشوربة زي ما انتم شايفين كده. وابتدت بقى اول دقيقتين كده زي ما شايفين كده. هجيب بقى يدوب حاجة بسيطة من الكربونات بقى. ليه يا جماعة؟ عشان اللون الأخضر الجميل، تحافظ على اللون الأخضر بتاع البامية في الشوربة. مهمة جدا حتة الكربونات دي، وحاجة بسيطة يعني رشة بسيطة خالص. ونص معلقة سكر، نص معلقة سكر صغيرة برضو بتديها مذاق حلو جدا. وجبت بقى ربطة بقى شمار وربطة كزبرة، قطعتهم كويس جدا بالمقص وحطيتهم برضو عشان برضو تخلي لونها جميل وطعمها جميل جدا بالشمار يا جماعة. وحسيبها بقى 10 دقايق او ربع ساعة بكتير على النار زي ما انتم شايفين كده.
وابتديت بقى اول ما عدت 10 دقايق كده وهي وعلى النار ابتديت افرك فيها يا جماعة زي ما انتم شايفين كده لحد ما نعمها خالص. وبعد كده دقيقتين واطفي النار عليها بقى وابتدي بقى فرك فيها برضو عشان تنعم معايا. طعمها والله العظيم جميل جدا. اتمنى يعني ما تحرموش اولادكم، لازم ياكلوا خضار، تغصبوهم لازم ياكلوا خضار لانه مهم والله العظيم للجسم. واكلاتنا الجميلة التقليدية اللي الناس ابتدت تبعد عنها وتنساها زي البامية، الويكة الصعيدية، البصارة، السخينة بتاعتنا الصعيدي، حاجات كتيرة والله العظيم عندنا ابتدت الناس تبعد عنها من يوم ما ظهرت بقى البيتزا والحاجات التكوية الجاهزة دي. ابتدينا نبعد عن الأكل التقليدي بتاعنا. حطيت بقى الثوم على النار زي ما انتم شايفين كده وحطيت له الكزبرة وحمرته وهبتدي بقى احطه على البامية بتاعتي. المهمة جدا طشة الثوم دي بتديها حلو، مذاق حلو جدا. شايفين بقى اللون الاخضر زي ما قلت لك رشة الكربونات بتديها اللون الاخضر، بتحافظ على اللون الاخضر. والربطة الشمار الشبت اللي انتوا بتقولوا عليه والكزبرة برضو بيخلي لونها جميل جدا وطعمها كمان بيخليه جميل جدا. افرك بقى حطيت بقى الثوم بعد ما حمرته افركها برضو واحط التوابل بلقى الشطة بقى والفلفل والكزبرة. طعمها جميل جدا. اتمنى تجربوها واتمنى الناس ترجع تاني للاكلات بتاعتنا الحلوة الجميلة، واتمنى تجربوا اكلاتي. واللي لسه ما اشتركش يشترك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد عندي في الصعيد باذن الله. وطعمها جميل جدا ومميز واتمنى تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.